ركز معايا، الديزاين من غير استراتيجي عامل بالظبط زي لما تروح جنازه لابس بدله شيك جدا بس لونها بينك ومش على مقاسك. الاستراتيجي بتحط السياق والمحددات اللي الديزاين بيمشي جواها، سواء كان لوجو، بروشور، اعلان، تصميم سوشيال ميديا، اي نوع من انواع الديزاين. ما عادش حاجه شكلها حلو وخلاص، لازم تكون ليها سياق محدد وبتخدم هدف محدد. انت كديزاينر مش مطالب تعمل البراند استراتيجي وتقدمها كخدمه، بس مهم ان يكون شغلك مبني عليها. ممكن العميل يجيبها لك، او انت شغال في تيم معاك براند استراتيجيست بيسلم لك البراند استراتيجي، او انت بتعملها كامله كجزء من البروسيس بتاعتك ودي طريقه الشغل اللي انت بتشتغل بيها، او حتى ان انت بتعمل الاساسيات بس بتاعتها. بس مهم ان الاستراتيجي تكون موجوده بحيث ان الديزاين يبقى بيخدم هدف واضح ومحدد وكل الكلام الجميل ده. لو عايز تعرف اكتر عن البراند استراتيجي هسيب لك فيديوهين في الديسكربشن، كل واحد فيهم حوالي ساعه ساعه ونص كده، بنتكلم فيهم عن البراند استراتيجي. ولو حابب تاخد كورس كراش كورس كده ظريف عن الموضوع ده على موقع ينفع، هسيب لك اللينك بتاع مصطفى كامل على موقع ينفع، عامل كورس لطيف وظريف وجميل جدا عن البراند استراتيجي. يلا اشوفك بعدين، سلام.